السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. حبايبي كده لأول مرة يشوفوا القناة ما ينساش يعمل لايك واشتراك في القناة عشان يوصلوا كل جديد مننا. وطبعا زي ما عودتكم بنبه عليكم في كل فيديو لا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى. النهارده ان شاء الله باذن الله هفتح قراءة برج الثور، وان شاء الله باذن الله خير للثور. قبل ما ندخل في الفيديو نسمي نصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام ونفتح القراءة. بسم الله بسم الله وبركة الله. بسم الله والحمد لله والقوة الا بالله العلي العظيم. بسم الله بسم الله ولا حول ولا قوة الا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. برج الثور في اتنين قريبين من بعض قوي 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 بيتكلموا عنك يا برج الثور. انت عرفت على فكرة، انت عرفت وانت هنا بتقول طب ليه الناس اللي عماله تتكلم وتحكي عني دول وانا اصلا يعني ما عملتش فيهم اي حاجة. انت عارف يا برج الثور ان في حد بيحكي عنك وبيتكلم عنك هنا. وبرج الثور انت طالع من ضيقه، كانت ضيقه كبيره جدا بالنسبه لك، او انت كنت مش عارف تعمل ايه، ولكن انت خارج من ضيقه يا برج الثور على بركه الله، على بركه والله خارج من ضيقه قوي يا برج الثور. مين هنا واقف لك؟ هنا في حد هنا حطك في دماغه قوي يا برج الثور ومركز معاك، حطك في دماغه ومركز معاك هنا ونفسه ما يشوفكش مبسوط او ما يشوفكش كويس او ما يشوفكش فرحان. يعني هنا بصي من راجل او امراه، شخص على فكره الشخص ده انت تكون بينكم عداوه من قبل، عداوه من قبل، لكن الشخص ده يعني مش كويس ابدا، مش سوي، واقف يعني بصوا يعني نفسه يأذيك باي طريقه، او مش حابك تكون كويس، او انت امراه. ولكن هنا في شخص هنا يعني وحش قوي، يعني سبحان الله، حتى يعني وشه كده وجهه مش حلو ابدا، شكله زي ما يكون شفت الخبيث او اللئيم اللي يقعد يبص كده ولئيم قوي قوي. فحد مش طاقته مش حلو ابدا، كلتها كده سم والله. برج الثور بس انت كلمت كلام انت ندمت عليه، انت او انت حال بتتعاقب على الكلام ده، وانت بتقول ان انا غلطت، انت بتغلط نفسك وبتقول ان انا غلطت وان انا يعني ما كانش ينفع ان انا اقول كده، ولكن خلاص يعني اللي حصل حصل. مش عشان كده ان انا اتجازى مثلا، او ان انا اوصل للمرحله او خلاص يعني. فانت محطوط هنا في موقف مش حلو ابدا انت حطيت نفسك فيه، ولكن هنا يعني هتعمل ايه؟ اللي حصل حصل بالفعل. لا هنا مكايدة كبيرة قوي عليك يا برج الثور. في انت هنا كنت تعبان، ولكن هنا خروج من أزمة صحية، خروج من أزمة صحية وعلى خير ان شاء الله بإذن الله. على فكرة في عندكم طبيب، في حد كان بيتكرر لدكتور باستمرارية او كده، ولكن ان شاء الله بإذن ربنا يشفاكم وعافاكم، وانتوا حاليا في الشفاء. يعني لو انت قلقان او انت قلقانة، ولكن ان شاء الله انت في الشفاء اهوت، ربنا يشفيك ويعافيك يا رب. عندكم مقابلة، والمقابلة ديت هتكون مهمة، وهتكون مقابلة سرية، او دي حاجة هتكون سر بينك وبين حد. في هنا مقابلة، ولكن هتكون هتتفقوا على حاجة، او هتحطوا النقط على الحروف زي ما بنقول، ولكن هتقعدوا فعلا هتحطوا النقط على الحروف. في حد هنا يعني مش هيسيب حقه، في حد هنا يعني بصوا كل اللي تقولوه ده كلكم، واللي انا هعمله ده كوم تاني، صح كده يا برج الثور؟ فانت بتقول مش هسيب حقي ابدا ابدا مهما عشت، لو 100 سنة انا هاخد حقي، او انت امرأة فبتقولي مش هسيب حقي ابدا. بصي انت تنزلتوا عن حاجة بس بمزاجكم، مش يعني بارادتكم، تمام؟ ولكن يمكن انتم حاليا بتندموا على كده، على كده، او انتوا بتقولوا طب احنا وصلنا ليه، او عملت كده ازاي، بتلوم نفسك كده على كده، صح؟ في هنا امرأة اسمها كوثر. الامرأة دي يعني وفي حد بيديلها حاجة تعينها معاه، او هي سر على فكرة لحد، او حد يعني دي في هنا في حاجة هنا او كده، الله اعلم. بس هنا في امرأة كلمة كوثر، والامرأة دي موجودة، والملامح بتاعها مش واضحة قوي، فممكن تكون هي الاسم او امرأة تانية غير كده، لكن هنا كوثر والاسم ده جنبها، الله اعلم هي دي كوثر او دي امرأة تانية غيرها. ولكن في هنا امرأة، في حد هنا بيعين معاها حاجة، او بيخبي حاجة هنا مع الامرأة دي، تمام؟ نشيل الاسم خالص، ما تشغلوش بالكم بالاسم، ونشوف، لان ممكن الطاقة ما تكونش هي كوثر اصلا، شخص تاني، يعني امرأة في حد بيديلها حاجة وبتعينها معاها، تمام؟
في حد هنا مخبى عنك حاجه يا برج الثور، عارف حاجه ومخباها عنك، عارف حاجه ومخبيه انت يعني مش مريحك ومش عايز يقولها لك، مع انك انت لو عرفت الحقيقه انت هترتاح. فحد عارف حاجه ومخباها عنك يا برج الثور خالص، يعني انت مش مرتاح ومتعصب وهم ولا شاغلين بالهم بيك وعارفين الحقيقه، ولكن محدش عاوز يصرحك، محدش عايز يصرحك بالحقيقه يا برج الثور. بتوصل ومجرد ما بتوصل بترجع تاني لنقطه الصفر، بتتوه، او في حد هنا بيبرجلك او بيتوهك، او انت مش عارف توصل للصح من الغلط، عمال تقول طب انا صح ام غلط ام انا اي، الله اعلم. في علاقة هنا بين شخص بس على فكرة في شخص هنا يعني تحس ان هو يعني بصوا كلمة بتوديه وكلمة بتجيبه، مش ماشي برأيه، يعني مش انت مثلا ممكن تقول له حاجة يعني لا هو مش بيتراجع، والانسان اللي بيكون بيتراجع او بياخد القرار ويرجع فيه بيبقى صعب التعامل معاه. فانتوا بتتعاملوا مع حد بيرجع في القرار او ما بيعرفش ياخد قراراته حلوة، او بياخد القرار ويرجع فيه كده. فحد يعني هو حتى مضايقكم، لا مبالاة هنا. فحد هنا قدم ورق واترفض، في حد هنا قدم ورق واترفض، صح كده، تمام، اترفض لوقت معين. في اجراءات بتعملوها خاصة بمحاكم، تمام، اجراء بس لا دي في عملية وبتعملوا فيها اجراء، مش محاكم، لا بعتذر، لا هي عشان مستشفى. ففي اجراءات بتعملوها، اجراء عمليه او اوراق بتعملوها خاصه بعمليه. انتوا قلقانين من العمليه دي، اللي انتوا حاسين ان العمليه دي كبيره، او ان انتوا قلقانين على اللي هيعمل العمليه ده، ولكن ان شاء الله باذن الله يقوم منها على خير ان شاء الله باذن الله. هو بصوا انتوا قلقانين صح، انتوا قلقانين قوي وقاعدين في حاجه كده، انتوا يعني او عمالين تركزوا مع، هي حياتكم عامه مش حياه حد غيركم، ولكن هنا يعني قلقانين على اللي حواليكم، على اولادكم، عليكم، حاسين انتوا مش مرتاحين كده، في توتر، عندكم توتر الفتره دي، او خوف او رعب او خايفين، وخاصه ان في حد هيعمل عمليه كبيره زي كده وانتوا قلقانين عليه وخايفين عليه، خايفين. عندكم احساس بالفراق انكم هتفرقوا حد، او حد هيفارقكم غالي عليكم، ولكن ده لا ان شاء الله باذن الله مش هيحصل ان شاء الله باذن الله والله ابدا. اطمن او اطمني امرأة، لو انت راجل بتسمعنا او امرأة، فانتوا خير على خير ان شاء الله. فحد هنا مركز معاكم، فمن الواضح ان انتم حد يعني بصوا يعني سايب كل حاجة وسايب حياته ومركز معاكم انتوا. فانتوا هنا قراءة ياسين سورة الفيل، تمام، سورة الفيل وقراءة سورة ياسين. هنقرأ سورة ياسين لو مرة في اليوم، وسورة الفيل على قد ما نقدر عشان الطاقة دي تبعد عنكم، لان في عيون هنا شاذة كده، مجرد ما بتبصلكوا بتجيبكوا ارض. فانتوا هنا ناس والله تعبانه مريضه بالحسد، يعني في ناس مرضت ووقعت بسبب الحسد ده وبسبب الناس اللي العين عليها دي. في حد يعني شوف مثلا انا كان نفسي مثلا يبقى ليا بيت ومش عارف ايه، ووضبته وشطبته وخليته وبيت فل او جددت عفش، ولكن ما تهنتش فيه، ما تهنتش او ما لحقتش اتهنى. مرضي او تعبي، او ان انا بروح للدكاتره او بروح واجي مش قادره اسعد باللي انا عملته او بالحياه اللي انا فيها. ولكن ان شاء الله باذن الله والله لو قرات سوره ياسين او سوره الفيل، او لو تعرفوا حد من برج الثور يا جماعه ودخلت تسمعوا له، فوالله العظيم لو قراتوا الصور دي ورقيتها كده، او قراتوا ميه بالقران وقراتوا قران وكده، والله ان شاء الله باذن الله الطاقه دي هتتحسن. لان من الواضح ان انتوا عندكم حد يعني بصوا بيسلب ارادتكم، سبحان الله، يعني بيقرب منكم كده عشان ياخد طاقتكم الايجابيه. فحد هنا عاوز يعرف منكم كل حاجه، عاوز يعرف عنكم كل حاجه وانتوا ما تعرفوش عنه اي حاجه. حد حويط قوي قوي. بص يا برج الثور، انت من الواضح ان انت واقع في مكيده كبيره جدا الفتره ديت، يمكن وانت بتسمعني او كده الله اعلم، ولكن انت هنا يبصوا في مكيده كبيره قوي، او انت مقيد من حد او من اشخاص، او انت داخل في حوار مش حوارك، او كلام مش كلامك انت على فكره يا برج الثور. على الله حكايتك دي يا برج الثور، مش عارفه ليه الناس مركزه معاك او ايه الطاقه ديت، لان في طاقه بفتحها ما بيكونش كده، ممكن اول مره افتح لبرج الثور كده.
برج الثور انت سبت مكان ورحت مكان تاني، ولكن حاسس ان انت في اوامر او لازم شغل اوامر وكده، وانت برضو يعني بتفكر ترجع تاني وكده، ولكن حاسس ان انت نفسيتك مش حلوة في المكان اللي انت نقلت فيه، نفسيتك مش حلوة او مش مرتاح هنا، انت مش مرتاح صح كده يا برج الثور؟ انتوا في خطوة اخدتوها ومش مرتاحين فيها اصلا، عامة هنا مش مرتاحين في الخطوة اللي انتوا اخدتوها. في حد هنا زوج وزوجة عايشين مع بعض، ولكن مش مرتاحين ابدا 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 ابدا. حياتهم هنا يعني شبه خلاص، ما يعني بص خلاص بعدوا عن بعض خالص، يعني الطاقة وصلتكم ان انتوا خلاص بقيتوا بعدوا عن بعض لفترة طويلة، فانتوا خلاص بقيتوا عادي عادي، انت مش فارق معايا ولا انت فارقة معايا، انتوا الاتنين يعني عايشين مع بعض، ولكن مفيش انتماء، مفيش حب، مفيش حد خايف على حد خلاص يعني. على فكرة طولوا بالكم على بعضكم، لان في بيت هنا بيتزال. فانت لو انت راجل عانيت شوية مع زوجتك او لا هدي الدور شوية، ولو انت امرأة فانت هدي الدور برضو شوية، لان هنا من الواضح ان انت برج الثور في حاجة هنا بتقع. فدي بتبقى طاقة احنا مش بنحب نقولها ولا بنحب ان انا اجيب سيرتها، ولكن هي دي طاقة زي ما انا قلت، بق اللي بيتكلم، اللسان هو اللي بيتكلم. فهنا يعني طولوا بالكم على بالكم، لو انت امرأة بتسمعيني فانت طولي بالك على الشخص ده. هو عامة انت في شخص هنا اتأكدتي او عرفت ان هو له علاقة بحد تاني، ولكن دي حاجة مزعلاك قوي. طب ليه؟ او لو حتى انت لو انت راجل، بس لا دي طاقة تخص زوج يعني. فانتوا زعلانين يعني او واخدين على خاطركم. طب ليه؟ اتنين على فكرة، في شخص هنا انتوا مخطوبة، ولكن انت يعني هو في هنا رجوع، لو انت زعلانة انت هو فدي مشكلة او تتحل. فحد لا مبالاة هنا بالنسبة لكم، او انتوا مش مرتاحين معاه في الخطوبة، عايزين تسيبوه لكن مش عارفين تسيبوه ازاي، مرتبطين قوي، فحد متمسك بيكوا يعني مش متمسك، مش عارفين او عنده مش عارفه تتخلصي منه ازاي، ولكن انت هتسيبوا بعض. على فكره في اتنين هنا مخطوبين مش مرتاحين مع بعض ابدا، ولكن هتسيبوا بعض على فكره يعني. انت حاسه ان هو مش كويس او العلاقه معاكم مش مرتاحين فيها، شكاك مثلا كده، بيتكلم كتير، شكاك في العلاقه، فانت مش حابه كده، او انت لو انت راجل برضو لو دي امراه فانتوا مش حابين الكلام ده، مش حابين الانسان يكون معاكم شكاك او كده. وعامة في هنا خروج ان شاء الله باذن الله على خير، في خروج ان شاء الله باذن الله، في خروج من ضيق ومن ازمه ومن ضيق يعني، ان شاء الله باذن الله على خير لبرج الثور. في هنا عربيه، انت هتشتري عربيه يا برج الثور صح، بس العربيه دي تكون منقولات يعني، او يعني بتنقل بها شغل او بضاعه او كده، ولكن ان شاء الله باذن الله لا انت مش بتشتري، انت بتظبط فيها صح، لان هنا في فلوس بتدفع من العربية، انت ممكن تكون كنت بتظبط فيها بتصلح فيها حاجات، ولكن انت ان شاء الله باذن الله يعني العربية دي هتقوم من يعني من اول وجديد، او هتربح، انت هتكسب يعني. انت بعدت عن الناس، ولكن الناس دي هتحسس ان انت يعني بعدت عنهم، ولكن ما بعدتش برضو، في كلام وفي وش وفي كلام وفي حوارات، ولكن انت مش عارف يعني، انت بعدت عنهم ولكن ما بعدتش، كأنك لسه موجود وما زالت يعني. على فكرة انت يعني انت في عندك هنا حد يبص عاوزك يشيلك كده ويحطك في الحفرة دي، بس تأكد لا يا برج الثور، هو اللي هيجي ويتحط فيها من فحرة لفحرة الأخير فوقع فيه، فهو اللي هيوقع فيها ان شاء الله باذن الله. لو كنت انت راجل او امراه بتسمعيني، فهو ان شاء الله باذن الله عدوك اللي هيوقع فيها، ما تقلقش، الفخ اللي معمول ده هو اللي هيوقع فيه مش انت خالص، لا انت بعيد اصلا. في هنا حد شوف اللي بيقول لك ايه، انا مستني وقعته، انا مستني اشوف في يوم، مش هيشوفها، مش هيشوفها والله يا برج الثور، ده بالعكس انك انت هتطلع وهتعدي وهتلمع كده. فعندك هنا خروج، بص انت هتكتبوا لي في الكومنتات وان شاء الله باذن الله الطاقه دي انا متاكده من اللي انا بقوله ده، انا كده هتعدي من المحنه دي قريب جدا، او يمكن اخر حاجه من اللي انا هفتحها في برج الثور. هو طبعا اخر برج بيبتدي بينتهي معايا في الابراج لما بخلص من 12 برج، يعني دي نهايه البرج الثور، وان شاء الله باذن الله القراءه ايه هنبدا من اول جديد القراءه. فهو اخر برج النهارده من 12 برج معايا، ممكن القراءه اللي هتبدا من بعد كده ان شاء الله باذن الله البرج الثور هيكون الطاقه افضل واحسن، لان انت هنا حاجه واتفتحت تمام. فهنا عندك خروج من ضيق كبير جدا، يمكن انت كنت عانيت منه مثلا من كام يوم كده، او اسبوع او اكتر او اقل الله اعلم، ولكن انت عندك هنا خروج او طلوع او كده، فانت هتسعى
وهتطلع او هتصعد خلاص. انت يمكن انت بص بتعافر. شفت الحد اللي كان تعبان قوي ووقع وجهد وقل خالص وماشي بكل قوة ما صدق. فانت قايم بكل قوة وهتطلع يا برج الثور وهتعدي من المحنة اللي انت فيها دي ولوحدك وبطولك. انت اللي هتعدي بطولك يا برج الثور وعلى خير ان شاء الله باذن الله. في حد بيهدد هنا برج الثور بيقول له هعمل واعمل واعمل. لا يا برج الثور ما تقلقش خالص، ما حدش يعمل حاجه اصلا. يعني بص ده كلام كله فاضي، كلام كله هلوسه يعني. على العموم يا برج الثور الامراه ديت، الامراه اللي في حياتك البومه، امراه بومه كده ومركزه في حياتك ال 24 ساعه وقريبه منك مش بعيده ابدا. فهي ان شاء الله باذن الله هي الكرمه نازله عليها ومن حد قريبها قوي او من حد هيكون غالي عليها قوي، يعني هيجي عليها هو، يعني حد يمكن بعيد عنك وبعيد عنها اصلا يعني، بس حد قريب منها هي مش انت. لو انت راجل او امراه بتسمعني يعني هيجي هو اللي عليها، هو اللي هيجي عليها، او حد يعني ما كنتش تتوقع ان هو ده الشخص ده اللي هيجي هيعمل في الشخص ده الشخصة دي كده. فحد خالص يعني انتوا هتستبعدوها خالص، ولكن هو ده اللي هيجي يعني كده يعني. حقكم هيرجع بس لكن حد تاني اللي هياخده مش انتوا يعني. تمام فهمتوا الطاقة؟ وحد هتستبعدوه ان هو يعمل كده في الشخصة دي بالذات يعني. فسبحان الله حاسبينه ربنا وان شاء الله باذن ربنا يجيب لكم حقكم يا برج الثور. هو في هنا حاجة تخص شهر عقاري على فكرة، في هنا اوراق تخص شهر عقاري، فانتبه من الطاقة دي، انتبه منه. لو انت عايز تسجل حاجة باسم حد او كده، او حد عايزك تتنازل او حاجة في شهر عقاري، فانت يعني او حاجة قصاد حاجة. فانت هنا يا برج الثور صلي كده صلاة الاستخارة وان شاء الله ربنا يرشدك على الطريق الصح، وقرب من ربنا يا برج الثور. وانت ان شاء الله باذن تعدي من المحنة اللي انت فيها دي، او المكيدة او الناس اللي محوطاك اللي كلها غل دي، او اللي محدش بيحب لك المصلحة. على فكره في حد عمال يقول لك تنزل او كده الله اعلم، او حد عمال يملى دماغك عشان تعمل حاجه وانت بالفعل انت مش راضي عنها يا برج الثور. فركز قوي هنا يا برج الثور. بسم الله. لا انت عندك هنا بص الرمز ده انا ما بحبش ان انا اقوله، رمز ان انا انسانه فاشله او انا فاشل. لا الرمز طبعا مش كل الناس، لكن هنا لا انت مش فاشل ابدا، انت ناجح عشان كده العين عليك، انت ناجحه عشان كده العين عليكي، انت انسانه كويسه عشان كده الناس حاطاكي وشغاله بالها بيكي، كانسان كويس عشان كده الناس شغاله بالها بيك يا برج الثور. فهنا من الواضح ان انت حاجه حلوه، فالناس هنا زعلانه من الحلو اللي فيك ومش حابه ان الناس تبقى واخده بالها منك، او انك انت ليك كلمه او ليك شخصيه، او انت امراه وانت راجل. ولكن هنا مكيده، او في هنا حد هنا زي بصي قلنا ايه كذا كذا. فانتوا هنا ركزي شويه او خدي بالك كده. فانت هنا خدي قرارك يعني. بصي يا امراه برج الثور ما تندميش على اللي انت عملتيه، او انت راجل ما تندمش على اللي انت عملته، لان واضح ان هنا في حد خان العيش والملح، خانت العيش والملح، وحد يعني كانت حد قرب ليك وكده، فانتوا مصدومين فيها او انتوا مصدومين فيه. ولكن هنا بصوا يعني حد مصدومين فيه قوي قوي لدرجه ان انتوا مش قادرين، انتوا زعلان عن نفسكم ويمكن زعلان عليه برضو، لان انتوا مش انتوا حد يعني كنتوا زعلان عليه، بس ما تزعلوش من حد خان العيش والملح. الطبيعي يعني قليل قوي لو حد طمر في العيش والملح دلوقتي. لا بص ما الطاقة دي يعني ايه يعني ما تزعلش يا برج الثور، لان من الواضح انت زعلان قوي او بكيان على وضعك، بكيان على حالك، بكيان انك انت عملت حاجات وما خدتش ما استفدتش بيها باي شيء. ولكن انا عن نفسي بقرا الطاقة وانا زعلانة اصلا على برج الثور بصراحة على اللي فيه. ولكن انا مش هقدر اكمل، هكتفي كده بالطاقة، وان شاء الله باذن الله اعوضها لكم في الطاقة الجديدة ان شاء الله باذن الله. واشوفكم بقى على فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.